بيقول في صحراء من البرج الاسود مستخبين هناك، والدليل الوحيد هو شريحه غير قانونيه. في العادي برجنا الازرق مش هيتصرف بناء على شكوك طالب بمعلومات غير موثوقه، لكن خلينا نجرب ونتحمل المخاطره. بعدها هو ماشي جات له مكالمه واتسال فيها لو انه وصل، وهو جاوب بنعم وعرفه انه هيعتمد عليه لمتابعه الخطه. والشخص اللي على المكالمه قال له ما يقلقش طالما ان المعلومات دقيقه، فبرجنا السحر الازرق مش هيرتكب اي اخطاء. وطبعا عرفنا ان كينجي هو اللي بيتكلم، وهيل قال له انه واثق فيه. في اللحظه دي هيل كان دخل لغرفه المناسبات في البيت العائلي وعرف اخواته الاربعه انه وصل، ومينجي ما شافته فرحت جدا بيه وقالت له ان عدى مده طويله جدا من وقت ما شافته، وهو قال عدى مده طويله وانت لسه ما اتغيرتيش. سالته لو ان كده بيمدحها، وهو قال لها بالطبع. بعدها علقت على انه طول شويه وان ممكن حتى يبقى اطول من اخوه هيو، وهيو قال مينجي ما تقوليش حاجات مشؤومه زي دي. اهلا يا هيل، بصراحه لو كنت مكانك كان هيبقى صعب عليا ابقى سعيد شويه. عموما اهلا بيك في العيله مره تانية. وهيل بعد ما شكره فكر انه لسه شخص صريح زي ما هو، اما مينجي فوبخته عشان كان تقيل شويه في كلامه. وهيل بعدها قال عدت مده طويله، وقال كده هو باصص على جين وهيسي. وجان بعد ما ضحك قال انت كبرت عن زمان يا هيل. وهيسي قالت فعلا عدت مده طويله، مع انها كانت عامله نفسها مبسوطه برؤيه هيل، لكن هو كان عارف ان دي مجرد ابتسامه خارجيه وانه واضح جدا انها بتفكر تاكله. وجان قال خلونا نقعد ناكل ونكمل كلامنا، فانا عندي فضول جدا بشان استدعائك لينا يا هيل. وبعد ما قعدوا هيل قال لهم انه بس كان عايز يشوفهم عشان عدت مده طويله، معقوله اتصلت بينا كلنا عشان حاجه تافهه زي دي؟ وهو رد عليها حتى لو ما كنتش طلبت رؤيتكم كان جيهان او هيسي هيرتبوا اللقاء على اي حال، ومتهيألي انا مش غلطان في كلامي. كلامه ده كان اشاره على انهم هما الاتنين بيكيدوا ليه، وطبعا هي انزعجت وقالت له ان الطفل لا يطاق. عموما خلونا نحط النقط على الحروف. ايه هي خطتك يا صغير؟ وهو باستفزاز سالها عن اللي تقصده بالخطه. بسرعه سالته لو ان هيلعب دور الغبي دلوقتي. خلصني، هل بتخطط للانضمام لسباق الخلافه ولا لا؟ وهو قال يعني انا لو قلت اني مش مهتم هل هتصدقيني؟ طبعا مش هصدق. طيب يبقى ايه فايده سؤالك؟ ونجح فعلا في استفزازها. هيسي دي مش الطريقه اللي لازم تساليه بيها، ففي الاوضاع دي الكلمات ما بتكونش كفايه، لازم يثبت كلامه بالافعال. سمعت انك حصلت على قطعه جميله من سحر الرؤيه وتقريبا سميته سحر التعديل، يا ترى هل السحر ده ممكن تشاركه مع عيلتك؟ وهنا هيل لاحظ انه بيحاول يزنقه بالكلام، فلو هيل قال لهم على سر سحره يبقى كده فعلا بيتخلى عن الخلافه. خدعه مكاره من جان. وبعد ما هيل سكت شويه قال لهم ان الرؤيه السحريه دي هي امله الوحيد، وباعتباره شخص غير مؤهل لاستعمال سحر الذكاء الاصطناعي فدي هتكون فرصته الوحيده عشان يعيش كساحر زيهم، وهيكون صعب جدا عليه لو شارك الامر باستخفاف. انتوا عارفين انا ما اقصدش حاجه عن سباق الخلافه. ومينجي اتاثرت جدا من كلماته وقالت ان الاحسن فعلا يحتفظ بسره لان ده الامل الوحيد لصغيرنا. وهيسي استغربت جدا ان الحيله انطلت عليها، وطبعا مينجي مسحت دموع هيلي المزيفه واعتذرت له جدا على اللي بيحصل له. اما هيو عشان يغير المود قال لهم خلونا نحط المنافسه عديمه الفايده على جنب دلوقتي ونستمتع بوقتنا مع بعض. ومينجي طلبت من هيلي يكلمها اكتر عنه. قعدوا يستمتعوا بالاكل ويحكوا في بعض التفاصيل العشوائيه من حياتهم. وهيل في سره قال كده عدى مده طويله، ممكن لازم ابدا اللي جيت عشانه. وفي اللحظه دي ظهر خبر عاجل على الموبايل، والخبر وصل لكل هواتفهم. ومينجي استغربت جدا من الخبر، هو كمان اتفزع من الرساله العاجله. وهيسي استغربت ان خبر عاجل في الساعه دي. اما جان فكان منزعج جدا من الخبر، والخبر العاجل كان بيقول ان تم القبض على سميث من قبل البرج الازرق، وده لان اتضح انه ساحر اجرامي تابع للبرج الاسود. طول الفتره اللي الاربع اخوات كانوا بيقراوا فيها الخبر عين هيل ما اترفعتش من على جان، وفي سره قال لقيتك ايها المخادع. فجان كان الشخص الوحيد اللي اتاثر بالخبر ده، اتاثر بطريقه بتبين انه منزعج، لكنه بعدها حاول يخفي انزعاجه بسرعه. بعد اللقاء ده وهيل ماشي كينجن قال له في المكالمه ان طول الوقت ده كان على حق، لكن يا هيل في حاجه، ازاي عرفت ان لانغ سميث هيتلاعب بمستلزمات التدريب؟ وهيل قال له انه توصل لده بناء على استنتاج منطقي من معلومات تانية كان عارفها، وانه حسب ده بناء على توقيت تعويضه التحكم في العقل. فطالما الجمعه هو اليوم الاجازه الوحيد في الاكاديميه، ولانه كان عايز ياثر على نتائج الاختبار القادم فهو كان لازم يعبث بمواعيد التدريب. واليوم الوحيد اللي بيتم فيه فحص الامدادات المعتاده في فتره ما بعد الظهر هو اليوم السابق للاختبار. الجمعه محدش هيبقى قاعد، والسبت هو يوم الاختبار، وبكده ما بقاش الا ليله الخميس اللي هيقدر يتلاعب فيها من غير ما حد يلاحظه. والليله هي ليله الخميس. وقتها كان راحوا لغرفه معدات التدريب فعلا ويتفاجئوا بيه موجود هناك. وبعدها هيل شرح لنا ان الخطه كانت انهم راقبوا غرفه الامداد في الاكاديميه من خلال برج المراقبه الازرق، وان هو وقتها دعا اخواته كلهم عشان يعرف الشخص اللي اجر عميل البرج الاسود. ولان الخبر هيطلع في نفس وقت اللقاء ده خلاني اعرف ان جان على علاقه بالبرج الاسود، لكن الحاجه الوحيده المؤسفه هي ان مفيش دليل على علاقه جان بالمدرب سميث. انا معيش دليل دلوقتي لكني هقدر اكتشفه في النهايه. عموما يا هيل بفضلك ارتفعت سمعه البرج الازرق بشكل كبير بعد حل القضيه. وهيل قال انت شكرا، انت اللي ساعدتني. وبعدها الاتنين قفلوا مع بعض لان عندهم حاجات تانية يعملوها. وفي اللحظه دي هو ماشي حصل انفجار مفاجئ وراه، والانفجار اتسبب بسقوطه على الارض. وقتها بص عشان يعرف مصدر النار ولقى شخص من جوه الدخان بيردد اسمه، وبيطلع بايك سيوك لكن على غير العاده. وبعدها هيل شافه سريع جدا، فبايك سيوك كان اطلق عليه قذيفه ناريه. وفي اللحظه اللي فيها قربت من هيل كان متضايق جدا واستعمل درع المياه، واستغرب من قوه هجوم سيوك المره دي، وشاف ان على المعدل ده الدرع المائي هيتكسر. وقتها حاول يدعم الدرع المائي لكنه ملحقش، وحصل انفجار مكان ما كان واقف. الانفجار كسر له الدرع ورماه ناحيه العمود. زي ما توقعت كان مستحيل اراوغ الهجوم ده تماما. اما
بايك سيوك بعد ما ضحك بصوت عالي، قال له ان هو ده الفرق في مهاراتنا، استمر في الزحف فانت مجرد قطعه قمام معيبه. بايك سيوك المجنون وقتها لاحظ حاجه غريبه في سيوك، فعينيه ممتلئه باللون الاحمر، ده غير البقع الحمراء اللي باينه على جلده، وعلى طول افترض ان دي مخدرات دورينغ الغير مشروعه. مخدرات بتسبب احتياج المنافس، لكن عيبها انها بتسبب تسارع بشكل قسري لدائره المانا، واللي بتسبب انفجار الاوعيه الدمويه، وفيها الشخص بيقاتل لحد ما يموت. بتقول عليا مجنون؟ لا انا بخير تماما. هيل كان بيحاول يقوم بعد الضرر اللي اتعرض له، كان بيحاول يدافع عن نفسه، لكن سيوك مسكه بسرعه وصفه بالمجنون مره تانية، وسيوك قال له قلت لك انا بخير، في الواقع انا حاسس ان طبيعي جدا وانت هتموت دلوقتي، وهجم عليه بمهاره حرق العدوى. وبعد زوال الدخان بايك سيوك واقف قدام هيل الواقع على الارض وبيستهزأ بيه وصفه بالبغيض، واستغرب اما لقاه بيتحرك وساله ان ازاي لسه على قيد الحياه، انت صديت لي سحري مرتين يا قطعه القمامه المعيبه. وفضل يصرخ بصوت عالي وكانه مش عارف يسيطر على نفسه، وبعدها قعد يهلوس بالكلام. هيل كان عارف تاثير المخدر ده، وعارف انه بيسبب تقلبات مزاجيه بسبب الاحتياج، لكن في حاجه ما كانش ليها معنى بالنسبه له، وهي مقدار قوته السحريه المرتفع. مش مهم هو اخد قد ايه من العقار، فمهما كان مفروض قوته ما تتضخمش للدرجه دي. ويا ترى هل ممكن اللي في بالي صح ولا غلط؟ انا لازم اتحقق بنفسي. وفي اللحظه دي شكل طيور باستعمال عنصر الرياح، وسيوكا ما شاف الطيور جايه ناحيته اتضايق جدا وهجم على هيل على طول. وهيل قال انت وقعت في الفخ وما اعتقدتش انك هتتخدع بالسهوله دي. كان متفاجئ انه وصل تحته، وهيل على طول كان استعمل انفجار هوائي. وقتها السحر اصابه فعلا، لكن هيل اتفاجئ جدا من على وشك حدوثه، فسيوك وجه ناحيته مان النار من مسافه قريبه. موت ايها الحساله. هيل لحق يتفادى الهجوم بسرعه، وعارف انه مسدس اللهب مهاره بتتمتع بقوه نيران عاليه من مسافه قريبه، ولكن لو المنافس ركض يمكن مراوغه الهجوم بسهوله. وفعلا رجع لورا مسافه معينه، وده السبب في انتهاء النيران قدامه. معقوله يا سيوك بتكرهني للدرجه اللي تخليك تستعمل رقاقه شريحه ايه نوعيه الهراء اللي بتتكلم عنه؟ طبعا زي ما متوقع انت مش هتفتكر حاجه. وقتها فعلا الرقاقه كانت باينه في رقبته، لكنه انكر حصوله على اي رقاقه، ما يعرفش ان وقتها تم تنويمه مغناطيسيا. وبكل غضب استعمل مهاره تانية. هيل عرف يتفادى الهجوم، وذكر ان الهجوم الغريب ده حصل بسبب تاثير شريحه فهي اللي بتعزز جسد المستخدم وبتعزز تركيبته السحريه. الشريحه بتغير في قوه ونطاق السحر. وسيوك قال وماذا في ذلك ايها النذل؟ اما هيل فراوغ الهجوم ببساطه، وبعدها قال الممتع هنا هو ان في الواقع بدور على تغييرات هيكليه للدوائر والمانا، وبسبب تقدمي بقيت حساس جدا لاي تغيرات في السحر، لان المانا عندي اتضخمت ودائرتي تسارعت. اللي بيحصل دلوقتي ان مع كل هجوم سيوك بينفذه هيل بيقدر يلاحظ تلميحات من شريحه وبكده بيقدر يعرف عن السحر الاسود اكتر. اعرف يا سيوك ان ممكن انهي النزال دلوقتي او بعد الفجر، لكني هستنى عشان بفضلك هرتفع، انت هتساعدني حتى في تقدمي السري. وفي اللحظه دي استعمل صدى الارض وتعرض للاصابه من واحده من الرماح، واستغرب ان هيل بيستعمل تعويذه من الدائره الثالثه. ازاي ايها القمامه بتستخدم سحر الدائره الثالثه؟ بتسالني ازاي عملتها؟ واستفز ما قال له انه سيء في السحر. بعدها استعمل درع الماء ونجح المره دي يتصدى لهجومه الناري. انت معرفتش تتصدى ليه المره اللي قبلها، وجاي زي الاحمق تحاول مره تانية. وبعدها بنلاقي الكره الناريه تلاشت، والسيوك اتحير ومكانش فاهم ازاي ده حصل. اما هيل فقال له ان درع الميه المره دي مختلف عن المره اللي قبلها، وفهمه انه من اول دلوقتي سحره مش هيعدي حتى من جنبه. سيوك وقتها ترنح في مكانه وفضل يتحرك بشكل جنوني ناحيه هيل، وبعدها هو بيضحك قال لهيل انه عارف السبب اللي خلاه قوي، وقال له ان السبب انه تعاطى المنشطات بشكل غير قانوني. هيل ما ردش عليه، لكنه مشي ناحيته وهو بيقول انا مش هتعاطف معاك، وفي النهايه كل ده خطأك انت. سيوك وقتها اترعب من التغيرات اللي بتحصل حواليه. اما هيل فسأله لو انه خايف من الموت، لو لم تتردد في قتلي لكانت الامور لم تنتهي على هذا النحو. اللعنه عليك يا هيل، اخرج حالا. وهيل نشط مهاره ربط الارض. وقتها مش بس رجليه ثبتت، ده جسمه كله كانه اتربط بالسلاسل، ومع ان هيل عدى من جنبه الا انه ما كانش شايفه. فسيوك بقى كانه مسحور تماما. اما هيل فقال الى جانب الاثار الجانبيه على الجسد، على عارف اللي مش بيخلينا نستعمل الذكاء الاصطناعي المعدل بشكل غير قانوني. وقبل ما يجاوب قرب ايده من رقبته وحاول ينزع شريحه الالكترونيه، حاول ينزعها بطريقه ضخ المانا. انا حاولت لفتره وجيزه اشبع الرقاقه بنفس تردد المانا الخاص بيا، لكن مع ذلك الامر كان مؤلم بالنسبه لك. وسيوك كان بيتألم جدا فعلا. اما هيل فقال له ان الذكاء الاصطناعي تجاوز حدوده، وانه عشان كده بينهار بسهوله مع اي اتصال خارجي خفيف. واخيرا عايز اشكرك جدا، فبسبب تصرفاتك المجنونه اعتقد ان عائله شين هتقدر تستفيد منك انت وعائلتك، والمره دي النسبه مش هتكون 3% زي المره اللي فاتت، بل هتكون 30 او 40%. 30 او 40% من حقوق تعدين الحجر السحري. وداعا يا بايك سيوك، وشكرا على الهديه زي الشجره اللي بتعطي بسخاء. وفي اللحظه دي نزع الشريحه، ونزعها تسبب الم شديد جدا لسيوك، ولان ما استحملش وقع على الارض مغمى عليه. بعدها عمل مكالمه مع والده، ووالد هيوك ساله عن اللي بيحصل بالليل كده. وقتها هيل عرفه ان هو كان واخد باله ان في حد من جماعته بيتبعه، وقال له ان عرف ده لان محدش من الشرطه اتدخل. فالصوت الصاخب ما كانش مسموع لاي حد، واكيد ده كان بفعل فاعل، والشخص الوحيد اللي ممكن يعمل حاجه زي دي هو انت يا والدي. انت اللي هيراقب لحد ما المعركه تنتهي. اما لو كان حد غيرك فكان ممكن يتدخل في منتصف القتال عشان يوقفه او يطعني من ظهري، واللي خلاني ما افكرش ان حد من اخواتي، لانك قلت انك بتحميني لما فعلت الحمايه. وقتها الاب ضحك وقال له ان عنده حق، والشخص التابع لوالده اللي كان مستخبي ظهر. وبعدها مجموعه من جماعه الظل جم واهتموا بالواقعه. واثناء ما هيل كان ماشي باباه هيوك ساله لو ان كل ده كان بيخفي
في استخدامه لسحر الدائرة الثالثة، وهيل قال له ان اللي شايفه كذبة، وفي الواقع انا استعملت سيد الدائرة الثانية مهارة الرنين، وعرفه ان لسه بيفتقر للقوة، وان اخواته ما كانوش هيسيبوه في حاله لو فعلا كان بيستعمل الدائرة الثالثة. وبعدها قال له ان السيد شويكون استعمل سحر حجب الصوت وسحر الهلوسة لحجب المناطق المحيطة، وباباه مدح ملاحظاته رائعة. وبعد ما قفل المكالمة مع هيل ضحك وهو بيسأل نفسه باستغراب عن اللي كان بيعمله طول السنة اللي فاتت، وان ابنه هيل شاب مذهل فعلا. اما في الناحية التانية هيل قال لشويكون ان عدت مدة طويلة من وقت ما شافه، وهنا حط ايده على وشه ونزع القناع وقال له ان هو كمان ما شافوش من مدة طويلة. بعدها قرب منه لان قلق جدا من الجرح اللي على وشه، عالج له جزء سطحي منه وعرفه ان اطباء الاسرة هيهتموا بالباقي. وهيل بعدها شكره وطلب منه يعتني بنفسه. اما شويكون فقال اللي حصل هنا مش هيخرج بره. في الوقت ده في مكان تاني بنلاقي جين غضبان على الاخر، واثناء ما هو ماشي في غرفة المعيشة وبيفكر في سبب حدوث شيء معين، لقى شخص جنبه بيسأله لو انه هيتوقف عن العمل اخيرا. ده انا افتكرت ان هفقد عقلي من كتر الانتظار، لكن عموما الاريكة دي مريحة فعلا. جين ما كانش عارف ان الشخص ده موجود هنا، وسأله لو انه من برج السحر الاسود. اما الشخص فرد عليه وقال اللي حصل مش اكتر من حظ سيء، وما اعتقدتش ابدا ان حد من برج السحر الازرق هيتدخل ويفسد الامور. جان لاحظ ان الراجل ده قال كلماته دي وهو بيضحك، ولان ده استفزه جدا سأله عن المضحك في عملية فاشلة، والراجل اعتذر له وقال له ان ضحكه المبالغ فيه فعلا كان وقاحة، لكن اعرف بما ان المهمة اللي انت طلبتها فشلت فانا هعيد طلبك مرة تانية، وبطبيعة الحال احنا ما بنسيبش اثر ورانا، المعلومات مش هتتسرب، فلينج سميث هيموت قبل الفجر. وقتها جان عرفه ان حياة الراجل ده مش من شأنه، لكن اللي عايز افهمه ايه اللي خلى الراجل ده يدي شريحة ذكاء اصطناعي لهيل غير ان اداها برضه البايك سيوك. ايه هي الخطة من ورا ده كله؟ والراجل طلب منه ما يقلقش بخصوص ده، وان الطفل اللي اسمه بايك سيوك مات دماغيا بالفعل، وهو استغرب من كلامه وسأله عن اللي يقصده، والراجل وضح له ان بايك سيوك هاجم شين هيل. وجان على طول قبل ما يكمل سأله عن اللي حصل لهيل، والراجل قال اسأل عن اللي حصل لبايك سيوك، وعموما كان متعرض لإصابة لكنها اختفت. وجان قال هل معنى كلامك ان هيل اتغلب على بايك سيوك اللي كان مستعمل شريحة والراجل قال له ان ده هو اللي حصل بالظبط، لكن في حاجة تانية حصلت هناك. مش متأكد اللي كانوا موجودين هناك دول بيحموا هيل ولا موجودين عشان يراقبوه، لكن انا شفت شيكون موجود هناك ولقيته ثبت تعويذة بتمنع خروج الأصوات، ولأنه كان سريع الملاحظة هربت بسرعة قبل ما ياخد باله مني. للأسف ما عرفتش أشوف في القتال للنهاية. جان وقتها سأله لو إنه متأكد من كلامه، والراجل قال أنا شفته بأم عيني. وجان كان متحير جدا من وجود جماعة الظل دي، وحدة الوالد المباشرة، وإزاي أصلا زعيم الظل خرج شخصيا. ووقتها فكر إن طالما زعيم نفسه بقى موجود هناك فكده لازم ياخد حذره أكتر ويمتنع عن لمس هيل في الوقت الحالي. عموما قول اللي هتعمله بشريحة اللي هيل بيمتلكها. والراجل طلب منه ما يقلقش وعرفه إن شريحة اللي مع هيل بتحتوي على رمز انتهاء صلاحية منفصل مسجل عليها، وإنها مفروض تكون تلاشت بالفعل. عموما هل عندك أي أسئلة تانية؟ وأما قال له لا، راح ناحية الشباك وهو بيقول له إن لازم يمشي بسرعة لأن هيتعامل مع لينج سميث، ونط وهو بيعرفه إن هيشوفه مرة تانية. جان وقتها كان قلقان جدا وكان شايف إنهم المفروض يتخلصوا من أي حاجة ممكن تعتبر دليل عشان سيد البرج الأزرق كينجي ما يكتشفش الأمر، وفكر إن هيبدأ من منزله هو لأن كده مفيش حاجة بقت أمان إطلاقا. بعد كام يوم من اللقاء ده هيل كان في سكن الطلبة في الأكاديمية، وقفل كتاب إدريت بعد قراءة مطولة ورجع بظهره يتمطع وهو بيستعيد بعض من ذاكرته. إزاي يعني إن المدرب سميث اتوفى فجأة بنوبة قلبية أثناء نقله؟ يعني كنت متوقع حدوث ده بدرجة معينة، لكن عموما تم التعامل مع قضية بايك سيوك بشكل جيد، ودلوقتي كل اللي اتبقى الأولمبيات الأكاديمية العالمية. وبعدها قرر يبدأ الاختبار التالي، اختبار الدائرة الثالثة في كتاب إدريت. حط إيده وضخ كمية من الطاقة واتنقل لعالم تاني جوه صفحات الكتاب. ما كانش عارف يفتح عينه من التغيير المفاجئ لدرجات الإضاءة، وما بص حواليه استغرب من المساحة البيضاء الواسعة، والتفت ما لقى ضوء تاني سطع من وراه. مرحبا بك في صفحة الاختبار الثانية، أنا بيتا وأحافظ على الصفحة للامتحان الثاني. وهيل فكر لو إن الاختبار الثاني هيمشي بنفس طريقة الاختبار الأول، وافتكر إن مديرة الاختبار الأول كانت تدعى ألفا، وإن المهمة كانت تنقية جوهرة المانع العنصري بشكل كامل. أما في الوقت الحاضر فبيتا عرفته إن لو اجتاز الاختبار الثاني هيتم تحديث الصفحات من 32 ل 81، الصفحات اللي بتحتوي على معلومات تخص الدائرة الثالثة. والخبر صدم هيل، لكن الصدمة دي كانت حلوة بالنسبة له لأن كونه هيفتح صفحات من 32 ل 81 معناها إنه هيحصل على مهارات عديدة جدا على عكس الاختبار الأول. وفكر إن الدائرة الثالثة هتكون مميزة جدا فعلا، لكن ده برضه بيقول إن مستواها هيكون مختلف عن حلقة الإدارة أو حلقة الرنين. وبيتا قالت يبقى خلينا نبدأ الاختبار على الفور. وبمجرد تلاشيها من قدامه هيل سمع صوت بيقول تلميذي أنا هعلن عن محتوى الاختبار الثاني، وطبعا عرف إن الصوت ده هو صوت ريبل ويتنر. وريبل ويتنر كمل وقال له إنه هينشط كل الدوائر السحرية اللي قدامه، وإنه لو زامن دائرة الرنين مع الدائرة السحرية فهيتم تنشيط الدوائر دي بشكل طبيعي. وقتها هيل حاول فعلا، لكن اتصدم لما لقاها اتغيرت على فجأة. وريبل ويتنر قال وقت التحديث لكل دائرة سحرية هو 3 ثواني، وانت لو ما قدرتش تنشط الدائرة السحرية قبل ما ال3 ثواني يخلصوا فانت هتضطر تبدأ من البداية. ووقتها هيل جات له فكرة مكارة، فكر انه يستعمل مهارة الحفظ عشان يحتفظ بسجل لكل خطوة بيعملها، ولكن ريبل ويتنر قطع حبال تفكيره وما قال له ان لازم ياخد باله ان ترتيب الدوائر السحرية اللي بتظهر بتتغير في كل مرة عن المرة اللي قبلها، فما تستعملش مهارة الحفظ بشكل سطحي هنا. وهيل قال ده ولا كأنه شايف افكاري بالظبط. عموما
عموما انا هحاول كعادتي دايما، هحاول بشكل لا متناهي. اليوم اللي بعده الصبح هيل كان واقف مبلم وهو باصص على الكتاب، وده لانه كان حاول 8 ساعات متواصله ولسه مع ذلك ما نجحش. لكن من حسن الحظ بدا يستوعب الامر تدريجيا، وفكر ان مفيش قدامه اي حاجه يعملها الا ان يلاقي شويه تلميحات. فبعدها هو بيقرا في الكتاب وبيكتب شويه ملاحظات، لقى ريبل ويتنر بيقول له ان الكتاب ده مش هو الكتاب الوحيد اللي كتبه، وان لو حس انه عالق في جزء معين فممكن يروح ويدور على كتبه التانيه. معقوله مش الكتاب الوحيد؟ وفكر ان ازاي ممكن يلاقي الكتب التانيه دي وهو ما يعرفش اي اسماء ليها، وقرر يتمشى في المدينه عشان يعدل مزاجه. اثناء ما كان ماشي قابل أدلة في وشه، وهي سالته عن اللي بيعمله هنا. وما قعدوا شويه مع بعض قال لها انه بيشوفها كتير الايام اللي فاتت، وهي قالت له حصل فعلا، بس من وشك باين انك سهرت طول الليل. وهي قالت له ان ده كمان حصل فعلا، وعرفته انها كانت سهرانه لانها كانت بتقرا ورقه مثيره للاهتمام، وسالته لو عايز يقراها. وقتها اخدها عشان يلقي نظره، ولقى العنوان بيقول الجدوى المتعلقه بسحر حركه الفضاء. معقوله ده اللي بتقرايه؟ باين قوي انه كتاب مزيف. وهي قالت انا عارفه ده، وبخجل طلبت منه يقراه برضه على اي حال. بعد ما وافق ومشوا بعينه شويه بين الكلمات، واثناء ما هي منشغله بعصير الموز، العصير اللي ما بتشربش غيره، رجع لها الكتابه تاني وصفها بانها رائعه فعلا. لكن العيب هو حاجه واحده، ان مفيش نهايه للكلام ده. قبل ما يرجعه لها قال لها تستنى، واخد باله من حاجه ما كانتش واضحه ليه الاول، وهي ان الكتابات دي مشابهه لكتابات ريبل ويتنر، وده على الرغم من ان الغلاف يشبه البطيخه. وهنا سال اديل عن اسم المؤلف، وهي قالت له ان اسمه جو سان جون. اما رجع البيت وبحث عن الكتاب من خلال اسم المؤلف، عرف انه باحث في السحر لكن ملهوش انتماء او عمر محدد، وكان مستغرب ان الكتابات شبيهه جدا للي موجوده في الكتاب اللي يعرفه كويس. فمسك الموبايل واتصل على كينجن سيد البرج الازرق. كينجن كان سهران من ليله قبلها، وده خلاه يرد على شين هيل بكسل. وشين هيل قال انا عندي حاجه مفيده للطرفين. كلامه شد انتباهه. اما هيل فساله لو انه هيقدر يلاقي له شخص معين. اليوم اللي بعده في اكاديميه اوبليسك بنلاقي شين هيل في غرفه التدريب بيواجه صديقه جيسوكان اللي باين انه بيكافح للصمود، وهيل كان وجه ناحيته اسهم الرياح المتشكله. هيل الاحمق اللي بتعمله غش. وهيل ساله عن الغش في ده، دي مجرد تعويذه من الدائره الاولى، ايه المشكله؟ ما دي الفكره، ازاي تعويذه من الدائره الاولى معفرته كده؟ وكمان من فوق انت اكيد بتهزر معايا. وبسرعه شكل درع تاني وتصدى ليهم. شفت نجحت في التصدي بشكل جيد يا بايخ، ده انا كنت هموت. عموما يا هيل ايه رايك نتواجه باليدين؟ معقوله فاكر هتتغلب عليا في القتال القريب؟ وجيسو كان هجم عليه بسرعه لان شاف ان دي فرصته، وفجاه لقى هيل قرب بشكل غير متوقع، وبعد ما مسكه طرحه على الارض. وسرعه هيل وقوته رعبت بقيه الطلاب. ايه رايك؟ ما كانتش فكره سيئه مش كده؟ في القتال اليدوي بنمنع من استعمال السحر، ودلوقتي ما بقاش الا قوه الدائره الثانيه ضد دائرتك الثالثه. فعلا ذكي يا جيسوكان. وجيسوكان اتضايق لان حس ان اللي قاله مش مجامله خالص. مبارزاتك السحريه قذره ومعاركك القريبه مجنونه، اللي بتعمله زي المقاتل القذر. وهيل قال له طالما مش بتحب ده يبقى اتدرب بجهد اكبر. بالمناسبه ايه هي خطتك يا هيل؟ كنت قلت لي ان هدفك هو الفوز بالاولمبيات. استنى انت ازاي عرفت؟ معقوله بتسالني؟ انا عارفك كويس، فانت ما تقدرش تخفي ده عني. ومتهيألي ده هو السبب اللي خلاك تصاب بالجنون اثناء اختبار حاجز المانا الكريستالي. فمتوسط عدد الضربات اللي الطالب ممكن يوقفها هي 27 ضربه، لكنك وقفت 75. غير انك الايام دي الاول بشكل ساحق في كل المجالات. واعتقد انك في الفتره الجايه بتفكر تواجه كبار السن، لكنك مع ذلك حاسس ان الفوز في الاولمبيات هيكون صعب. وما ساله لو كلامه صح ولا غلط. هيل قال له كلامه صح فعلا. وجيسو كان قال له بعدها بالاضافه لده الخصوم اللي هيفوزوا غالبا هيكونوا من فئه 5 دوائر، وانت مع سحرك المكون من دائرتين اكيد الامر هيكون مستحيل بالنسبه لك. وشين هيل شاف ان كلام جيسو كان منطقي، وفكر ان عشان ينجح في الاولمبيات هو مش بس لازم يستعمل تقنيه الرنين اللي هتخليه يستعمل سحر من الدائره الثالثه، ده كمان على الاقل محتاج سحر مكون من 4 دوائر. وفكر ان لازم يلاقي المؤلف جو سان جون. في وقت تاني مشي ورا تعليمات الخريطه، ويتفاجئ شويه من المكان اللي وصل له. وسريعا اللي كان حصل ان كينجن سيد البرج الازرق كان اتواصل معاه واعتذر له ان عرف مكان الشخص اللي بيدور عليه بعد اسبوع كامل، وان دي هي مرته الاولى اللي يدور فيها على حد ويطول كده. وبعت لهيل مكان الشخص ده. اللي خلاه يتفاجئ اما راح للمكان هو ان المكان ده متجر الكتب القديمه اللي بيزوره دايما. هل معقوله طول الوقت جو سان جون كان قدامي؟ مين كان يتخيل انه هيبقى قريب من الاكاديميه؟ في الماضي بعد ما هيل اعتبر غير متوافق مع سحر الذكاء الاصطناعي بدا يجمع المعلومات السحريه من كتب التعويذ والكتب المستعمله. وفي اللحظه الحاليه ما كانش مصدق ان لها اصلا مخطوطه ادريد. دخل المكان والقى السلام، ومالك المكتبه سمعه. هيل عدت مده طويله، سمعت انك بقيت قادر تستعمل السحر بشكل صحيح دلوقتي. وهيل قال له ان كل ده بفضله هو. انا ما عملتش حاجه، كل اللي عملته اني بعت لك الكتب. وهيل قال له ان الكتب دي هي اللي وصلته للمستوى ده، وشكره جدا. الراجل قال له المديح هيوصلك لبعيد، ودلوقتي احكي لي عن سبب وجودك النهارده. وهيل طلب منه لو ان ينفع يشوف ابنه جو سان جون. ليه بتسال عن جون؟ استنى ازاي اصلا عارفه؟ وهيل قال له انه قرأ ورقه كتبها، وعرفه ان في حاجه عايز يساله عنها بخصوص الورقه دي. انا بس سمعت انه هنا، وبعتذر لو افعالي فيها بعض من التدخل، بس الامر ده مهم جدا بالنسبه لي ومحتاج فعلا اقابله. بتقول ورقه كتبها؟ في حاجه فعلا من اللي بتحكي عنه، وطبعا هخليك تقابله. واثناء ما هيل كان بيشكر
بيشكره جدا بكل تواضع. اتفاجئ اما سمعه بيقول حتى لو قابلته فانت مش هتحصل على اي اجابات. ما كانش فاهم معنى كلامه، وباباه طلب منه يجي وراه قايل له ان ابنه في الداخل. عدوا الباب الاول ووصلوا عند الباب التاني، وبعد ما طلب منه يتفضل وقال له ان دي غرفته، اتفاجئ بمجرد ما دخل فجون ممدد على السرير مدعوم بالاجهزه الطبيه، وباين جدا انه في حاله اغماء. ايوه ده هو ابني جون. بعد ما عم الصمت لحظات هيل بحزن ساله لو ان ممكن يعرف اللي حصل، والوالد بعد ما اتنهد قال له ان ابنه انتهك المحرمات كساحر. هيل استغرب وساله عن المحرمات اللي بيتكلم عنها، وهو بسرعه رد عليه وقال تدوير المانا دي اكبر محرمات السحره، ما ينفعش ابدا ندور المانا في الدماغ. وطبعا المعلومه دي هيل كان عارفها كويس، وده لانه اصلا قدر ينفذ لسحر ريبي لوتنر عن طريق تدوير المانا في الدماغ، لكنه ما تاثرش بسبب كونه فريد. وطبعا هيل استغرب ان جون هو كمان دور المانا، وما ساله عن سبب تدويره للمانا بابا قال له ان ده بسبب بحثه، وشرح له انه كان عايز يثبت نظريه مطروحه، نظريه انهارت تماما في منتصفها، وقال له ان كل اللي كان قاله له وقتها هو انه لازم يدور المانا في الدماغ. وهيل سال الوالد عن مدى قرب جون من السحر اللي كان عايز يوصل له. الاب اتاسف وقال له انه مش هيعرف يجاوب على سؤاله ده، وعرفه انه متاكد ان جون كان هيحب يتكلم معاه كتير. وهيل اعتذر له وقال له انه صعب عليه الامور. لا مفيش مشكله، انا عارف انك صادق وجاد بشان الكتب، انت حد بيدور على السحر كل يوم، ودي حاجه دايما بتفكرني بجون. الوقت جري، واثناء ما هيل كان ماشي سال الاب لو انه ممكن يبص على الكتب اللي ابنه بيستعملها في بحثه. كتب جون صدق طالما هتبقى مهمله في المكتبه من الافضل يستعملها شخص يحتاجها، بس انا عندي طلبين. لو قرات كتب جون وكتبت اطروحه عن سحر التنقل المكاني، هل ممكن تضيف اسم جون في النهايه؟ وهيل قال له هيعمل ده بالتاكيد. اما الطلب التاني مهما كان الامر ما تخاطرش وتدير المانا في الدماغ. وهيل قال له انه هيحرص على ده، ما يعرفش اصلا انه دورها بالفعل. بعدها وداه لمكان الكتب اللي كان بيشتغل عليها، وقال له انه مش عارف هو بيدور على انهي كتب بالظبط. لكن هيل بعد ما بص شويه لقى كتاب شد انتباهه على طول، وفجاه الكتاب اتسحب لوحده ووقع على الارض قدامه. ثواني، الكتاب ده يشبه كتاب ادريد. ايوه العم الكتاب ده. والوالد لما بص على الكتاب قال له ان هو ده الكتاب اللي جون دايما كان بيشيله معاه، وطلب منه يقراه لان ممكن يلاقي اللي بيدور عليه. وهيل هو بص على الكتاب استغرب ان غلافه مشابه جدا لكتاب السحر اللي معاه، واما فتحه ولقى الخط سيء ادرك على طول ان ده واحد من كتب ريبي لوتنر، وسال لو ان ممكن ياخد الكتاب معاه. الراجل كان لطيف قال له ياخد الكتاب وما يترددش ياخد كتب تانية كمان. بعد ما هيل شكره جدا ساله لو ان في كتب تانية مشابهه للكتاب ده، والاب قال الحقيقه مش متاكد، مش فاكر اني شفت كتاب احمر يبدو فاخر زي الكتاب ده، واصلا من النادر جدا تلاقي كتاب زي ده في مكتبه صغيره كده. وده ساب هيل يتساءل ان ازاي جون حصل على الكتاب من الاساس. بعد ما رجع سكن طلاب الاكاديميه قاعد على السرير حط الكتابين قصاد بعض، وكان بيفكر ان ملقاش الا كتاب واحد بس مشابه لكتاب ادريد، ولكن رغم ده الحصول على كتاب واحد بس هو انجاز بحد ذاته. وفجاه الكتابين اضاءوا بشكل سحري في نفس الوقت. كان مستغرب من اللي حصل ولقى اضواء ساطعه واشكال سحريه بتخرج من الكتاب الجديد، وصوت بيقول الكتاب ده اتساب للوريث الشرعي اللي ورث كتاب ادريد. وهيل لقى نفسه بيتسحب مره تانية جوه الكتاب، وصوت قال له ان الكتاب ده اسمه كتاب ميمير. الصوت كان صوت المعلم ريبي لوتنر، وقال له يستمتع ببركه المعرفه بكل حريه. وهيل بعد ما كان قاعد على السرير لقى نفسه على الارض في مكان مختلف. اتعدل وهو بيسال عن المكان اللي راح له لحد ما لقى حد بيلمسه من ظهره. مذهل انت نجحت، مرحبا بك في كتاب ميمير. اتفاجئ من البنت وسالها عن هويتها، وهي قالت انا ميمير مشرفه نبع ميمير، واتشرفت بلقائك ايها الوريث. كان مستغرب من ذكرها لكلمه نبع، وهي قالت له ان ده هو اسم المكتبه، وان ريبي لوتنر جهز المكتبه للوريث المستقبلي. معقوله مكتبه خاصه ما ينفعش يدخلها الا الورثه؟ بس دي باين لها اصغر من ان تبقى مكتبه. وهي قالت له ان حجمها صغير كده لان انجازاته لسه متواضعه، وان نبع ميمير بيتوسع او يتقلص اعتمادا على مقام الوارث، وبناء على حجمه بقول لك انك لسه ما تجاوزتش صفحه الاختبار الثانيه مش كده؟ وهو قال لها فعلا. من طريقه كلامه كان باين عليه متحفظ، وده خلاها تتضايق شويه، فطلبت منه يتكلم معاها باسلوب غير رسمي. وهيل كان مستغرب من ردة فعلها، اما هي فكملت وقالت له انهم هيتقابلوا كتير في المستقبل، وان الاحسن يتكلموا باريحيه بدل التكلف. وهيل فهمها انه هيعمل ده من اول دلوقتي. وبعد ما هي حست بالراحه قالت له انه من الرائع جدا انه لقاها بدري مع انه لسه في الدائره الثانيه. كان لسه مش فاهم سبب اعجابها بده، وهي قالت ده معناه انك تقدر توصل للدائره الخامسه من غير اي مشاكل. هو على طول اتفاجئ وسالها ان ازاي حاجه زي كده ممكنه. وقتها حلقت في الهواء وسحر اتشكل مع حركتها، وكتاب سحر اتسحب من مكانه وطار لحد عندها. اقرا ده وهتفهم كل حاجه. اما اخذ الكتاب وبص عليه لقى انه شرح مفصل عن الرنين، وهي قالت له ان المكان ده مليان معلومات لم يتم تدوينها في كتاب ادريد. وهو سالها باستغراب عن سبب عدم تدوين المعلومات دي في كتاب ادريد. ده سؤال ممتاز، وشرحت له انه بسبب كميه البيانات الناتجه عن صفحات الاختبار وكثره المتعلقات بتاكيد هويه الوارث والاسباب تانية عديده اختصر كتاب ادريد على المعلومات الاساسيه فقط. وهنا سالها لو ان ده معناه ان المعلم دون المعلومات المفصله في نبع ميمير، وهي قالت ده حقيقي. فكتاب ادريد مختصر لكن هنا هتلاقي كل المراجع. قال لها انه فهم، وسالها لو ان كل الكتب اللي هنا بتحتوي على معلومات بالكثافه دي كلها، وسالها برضه لو ان عدد الكتب اللي هنا هيزداد مع ارتفاع انجازاته. قالت له ده كمان صح، ومتهيألي دلوقتي انت فهمت ازاي هتقدر توصل للدائره الخامسه. وهو قال لها انه كده هيقدر يجتاز الاختبار الثاني بسهوله. في اللحظه دي عرف ان في ايده سر اكبر حتى من اللي كان متخيله. وفي الاختبار الثاني اللي لازم فيه يزامن 100 دايره سحريه في نفس الوقت
الوقت، الاختبار اللي قعد فيه 8 ساعات وما قدرش يزامن ال10 دوائر. دلوقتي بعد ما لقى كتاب ميمير عرف انه هيقدر يزامن ال100 دايره بسرعه، وان كل المجهود اللي كان عمله سابقا ما كانش ليه اي لازمه. انا هزامن ال100 دايره الليله او بكره على اقصى تقدير. وكان مبسوط جدا ان حصل على كتاب ميمير قبل الاولمبياد. اليوم ده بالليل كان راح لقصر عائله شين، وهو ماشي في الممر فكر في السبب اللي خلى والده يستدعيه، وتساءل لو ان ده بسبب حادثه بايك سيوك. كان متضايق شويه لانه كان عايز يفضل في منبع ميمير طول اليوم بعد ما ينتهي من الدروس، ولكن القدر كان ليه كلام مختلف. اما وصل والده طلب منه يدخل وعرفه انه هيتكلم في الموضوع على طول، على عكس المره السابقه. المره دي الفضل ما كانش ليك لوحدك في الحصول على حصه المكافاه، ولكن واضح جدا انك هتاخد اكتر من نصها، ومع اضافه حصتك السابقه تصبح حصتك من حقوق التنقيب على الاحجار السحريه 26%. احنا حققنا ربح كبير بفضلك ولازم تكافئ على ده. هل بتطلب حاجه معينه؟ وهيل جاوبه بنعم. انا عايز الارث القديم المحفوظ في اعمق نقطه في مستودع العائله. ما تقوليش انك مصدق في الخرافات اللي بتقول ان في اسرار في الاثار القديمه، فدي مجرد تحف لا اكتر ولا اقل. وهيل قال لا، انا ما بفكرش بالطريقه دي. انا مؤمن ان الاساطير والقصص الخرافيه عن الارث القديم كلها حقيقيه. وقتها الاستياء بان على والده وقال له الظاهر انك لسه صغير، وساله باستغراب ان ازاي مؤمن بالقصص الوهميه دي. عموما لو ده اختيارك فانا هحترمه، ولكن على شرط انك هتاخد قطعه واحده بس. وهيل فرح جدا وشكره، وما ساله عن الارث القديم اللي عايزه بالظبط. هيل على طول رد وقال انا عايز الارث القديم الكامن في خزانه كنوز العائله، رداء ريب الويتنر.